عبر خدمة سكايب من أربيل الكاتبة الصحفية سيد هيوة عثمان. سيد هيوة، مرحبا بك. يعني لسنا أمام الهجوم الأول الذي تتعرض له قوات البشمركة من قبل تنظيم PKK الإرهابي داخل حدود الإقليم. كيف ترى أربيل تكرار هذه الهجمات من قبل PKK الإرهابي؟ أولا هناك بعض المغالطات في توصيفاتكم. أولا المكان الذي أتحدث منه إليكم هو اسمه إقليم كردستان العراق. في المرة الماضية تحدثنا نفس الشيء، تقولون شمال العراق، المكان اسمه كردستان العراق. كردستان موجودة في الشرق الأوسط، مقسمة على العراق، إيران، سوريا وتركيا. هذا أمر حقيقة وواضح. سيد هيوة، أنا أذكر طبعا المرة الماضية اللي تحدثنا فيها بهذا الشأن، ولكن يعني هناك سياسة تحريرية ننتقل إلى لب الموضوع ما يتعلق بحادث اليوم. لو أن النقطة الأخرى، الكثيرين من الكرد حتى بيانات حكومة الإقليم لا تعتبر حزب العمال الكردستاني كحزب إرهابي. الوحيد الذي يعتبر حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي هي حكومة السيد أردوغان، وهذا أمر مؤسف جدا، لأنه بهذه الطريقة بالتعامل بهذه الهجمات المتكررة على هذه المناطق التي يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، تزيد من تعقيد الفشل أكثر وأكثر. ولهذا اليوم رأينا سيد هيوة يعني هنا يعني لابد من التوضيح. سيد هيوة، هذا تنظيم يعني سجله يعني من العمليات الإرهابية ضد المدنيين سجل طويل داخل تركيا وداخل العراق، ولكن يعني دعنا هنا نتحدث فعليا يعني ونركز على نقطة واحدة هنا تتعلق بدلالات هذا الهجوم. لماذا يستهدف البشمركة الآن من قبل تنظيم PKK الإرهابي؟ نعم، أعود تجبرني على أن أعقب مرة أخرى. إذا قارنت سجل حزب العمال الكردستاني بسجل الجيش التركي داخل وداخل يعني تركيا وخارج تركيا. طيب سيد هو يعني نعتذر يعني منك عن إكمال هذه المقابلة. يعني كنا نود أن تتحدث في حادث اليوم، ولكن يعني للأسف لم يحصل ذلك. شكرا لك سيد هيوة.